يا مساء الخير عليكم، أتمنى يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. اللي ما كانش متابعني قبل كده، أنا عاملة دروس لتعليم الكنبة من الصفر، هاسيب لكم الplaylist في الdescription أو في وصف الفيديو بتاع النهارده بإذن الله، عشان تشوفوا الدروس اللي قبل كده. ودرس النهارده إحنا هنتكلم على إزاي تصمم أول منتج رقمي ليك، أو اللي إحنا بنسميها الdigital products، وتقدر تبيعها سواء على أمازون KDP، على إتسي، على PayHip أو على Gumroad. طبعًا اللي مش عارف يعني معنى المنتج الرقمي أو إيه هو الdigital products. أنت مثلًا لو عندك كتاب بيبقى جاي لك في شكله الأخير، يعني مغلف ومطبوع وكل حاجة، إنما الdigital بقى من الكتاب هو صورة الملف بتاع الكتاب الجاهز للطباعة، وده ده اللي إحنا هنشتغل عليه. فأنت لمّا بتعمل account على أي موقع من اللي أنا قُلتهم، مثلًا لو أخدنا الأمازون KDP، بتقدر ترفع الفايل اللي هو جاهز للطباعة، وهُم بيعملوا كل حاجة بقى، بيطبعوه وبيشحنوه، ومش بس كمان بيشحنوه في دولة بعينها، لأ هو بيتوزّع وبيتعمل خاصةً لو أنت عامله بالEnglish على دول كتير، ممكن تلاقي حد في اليابان بيشتريه، في فرنسا، في UK، في USA. فبتلاقي إن هو التوزيع بتاعه كمان وفُرَص انتشار الكتاب كتيرة جدًا. وده من اللي إحنا بنسميه من مشاريع الدخل السلبي. يعني إيه دخل سلبي؟ يعني دخل بتعمله وأنت نايم، ده literally يعني وأنت نايم. يعني أنت دلوقتي بتيجي عامل كتاب ومجهّزه للطباعة وبترفعه على الplatform أو المنصة زي أمازون KDP، وبيبتدوا هُم يعملوا publishing للكتاب، وأنت بترفعه مرّة واحدة والكتاب بيبتدي يتباع كذا مرّة ويبتدي يحقق لك ربح. وده أنت مش لازم تتابعه باستمرار، أنت بترفع الكتاب وهو بيتباع وهُم بيعملوا لك كل الشغل، فوأنت نايم أنت اشتغلت مرّة واحدة وأنت تقدر تحقق منه دخل لمرات كتير. ومن أكتر الحاجات اللي جات لي إن أنا أبتدي بيها الفيديوز دي، أنا كنت عايزة أكمّل في الكنبة وأنا هاكمّل فيها، بس أنا لقيت إن في ناس بتسيب comments، وفي ناس بتبعت لي في الinbox على الLinkedIn إن هُم محتاجين فعلًا إن هُم يبتدوا يشتغلوا على أمازون KDP ويبتدوا يعملوا products. فأنا لقيت إن أنسب حاجة وأسهل حاجة نبتدي بيها، وطبعًا الحاجات اللي عليها طلب كتير زي ما إحنا شايفين أنا دخلت أهو على الأمازون، لإن كُتب التلوين من الحاجات الأكثر طلبًا والأكثر مبيعًا على الأمازون. وتعالوا بقى نبتدي نصمم أول كتاب لينا علشان نقدر نحقق بيه دخل إن شاء الله. وأنا باشرح هابتدي أو أنا هاتعامل على إنّك عندك حساب على الKDP، ولو مش عندك حساب وعايز تعرف إزاي تعمل حساب على الKDP أو اللي هو الKindle Direct Publishing، يا ريت تكتب لي في comment وأعمل حلقة، اللي أنا أعمل حلقة على إزاي تعمل حساب على أمازون KDP. ولكن فرضًا إن أنت عندك الحساب وخلاص عملته، وهنبتدي نشتغل على الdigital product اللي هو كتابة تلوين الأطفال directly نشتغل عليه على طول. وعادةً كُتب التلوين بتكون لو هي مش على شكل مربع، لو مش صغيّرة، يعني لو طويلة على شكل مستطيل بتبقى 8.5 في 11 إنش، ولو هي على شكل مربع بتبقى 8.5 إنش في 8.5 إنش. فإحنا هنبتدي نعمل create، وآجي على الcustom size أهو هنا تحت، وأبتدي أغيّر الunits أو وحدة القياس بتاعة الdesign وأعملها بالإنش، وأعملها هنا 8.5. أهو زي ما قُلنا هيبقى العرض 8.5، وهيبقى الطول 11 إنش، وابتدي أعمل create new design. هيفتح معايا الdesign الجديد. فتح معايا أهو الdesign اللي أنا المفروض هاشتغل عليه. وهنا عايزة أقول لك ترِك كده هتفرقك إن أنت حد professional على حد مش professional، ومش أي حد برضه هتلاقيه بيقولها لك كمعلومة ليك، لكن دي معلومة مطبعية وطباعية بحتة يعني. بس أنا حاباك إن أنت تعرفها عشان وأنت بتصمم وبتعمل التصميم ما ترجعش تعيده ويرجع، لإن في ناس كتير وأنا باشوف في comments يعني حتى على حاجات ناس بتشتغل على أمازون KDP وبيبتدوا يسيبوا comments إن الحاجات على طول بتترفض، إحنا مش عارفين نرفع الحاجة مضبوط. فدي trick هتخلّيك وأنت بترفع على طول إن شاء الله بإذن الله الكتاب بتاعك يتقبل على طول.
التركاية بقى دي هي تقسيمة الصفحة وهي بتطبع وتتقص في المطبعة وبيتعاملوا معاها إزاي. فزي ما إحنا شايفين كده أنا واقفة أهي على الpage دي، هو محدد لك هنا قايل لك أهي لو الصفحة اللي أنت هتشتغل عليها، فالخط الأزرق ده، ده الخط اللي هو الtrim line ده اللي هيقطعوا من عليه الكتاب، بيقصوا الكتاب، لإن هو بيبقى مجموعة ورق فوق بعضه، وعلشان طبعًا يتعمل في شكل كتاب بيتلزق ويتقص من الحواف، فالهوامش دي الهامش اللي هو لونه الأزرق ده العلامة الزرقا دي اللي هو واقف في الframe بتاع الكتاب ده، ده اللي هو فعلًا هيتقص من عليه. العلامة اللي برّه دي حاجة اسمها bleed مش bleed بقى يعني نزيف، هي الترجمة بتاعتها يعني الحرفية بالEnglish كده حتى هو عاملها هنا بالأحمر يعني مش حاجة دموية، لأ، ولكن دي حاجة خارجية خارج إطار الكتاب أنت بتسيبها احتياطي، لإن ساعات هُم بيقصوا مش بيقصوا 100% صح يعني، فممكن تنحرف منهم القص لبرّه شوية، فده أنت بتسيبها أمانًا يعني. والخط اللي جوّه اللي هو الخط الأخضر ده، ده خط الsafe zone ده بيبقى جوّه أقرب لجوّه الdesign نفسه، فده ما ينفعش إن أنت تكتب هنا كده تكتب على لبرّه كده لبرّه التصميم خارج خط الأمان ده، لإن ده هيخلّيك تعيد الكتاب تاني وتعيد التصميم تاني على حاجة بسيطة أنت ممكن تعملها من الأول. وزي ما قُلت لك اللي هو الsafe zone ده، ده أنت ده خط ده الداخلي بقى للي جوّه ال قبل الtrim يعني من جوّه الdesign نفسه، ده أنت بتسيبه يعني بعد الخط ده أنت ما بتكتبش فيه حاجة ولا بتعمل فيه أي حاجة، فلازم تكون آخد بالك من المعلومة دي. وهاقول لك دلوقتي إزاي هتقدر تجيب الsizes بتاعة الحتّة دي بقى اللي هي في الdesign لجوّه ما بين الsafe zone ده وما بين الtrim دي اسمها margin وهاقول لك إزاي تضبّطها من على الكنفة، بس كان لازم تعرف المعلومة دي عشان الكتاب بعد ما أنت تعبت فيه وعملت كُلّه ممكن تعيد كل الحاجات اللي أنت عملتها دي من أول وجديد. وعلشان تقدر تجيب الmargin calculator أو اللي أنت تحسب إيه المسافة الآمنة اللي أنا ممكن أسيبها في المساحة الداخلية للتصميم ما أخرجش عنها، علشان وهُم بيقصوا أو علشان حتى الكتاب بتاعي وأنا بارفعه إن هو يتقبل، باجي في الجوجل واكتب Amazon KDP margin calculator وآجي دايس على أول link فهييجي فاتح لك أهو كل الtrim بقى side والbleed size وكل اللي أنت محتاجه تعرفه عن المقاسات بالضبط، بس إحنا اللي بيخصنا هنا الmargin علشان وإحنا بنصمم يقدر يطلع التصميم معانا مضبوط، وما نقدرش إن هو الكتاب بتاعنا يعني يتقبل على طول وما يبقاش فيه أي رفض بإذن الله. فزي ما إحنا شايفين كده اللي هو بيقول لك على حسب بقى عدد الصفحات أنت بتقدر تحط المساحة الداخلية للmargins أو للهامش اللي أنت هتسيبه، فلو إحنا فرضًا إحنا يعني كتب التلوين عادةً ما بتبقاش بتexceed ال100 صفحة وال100 صفحة كمان ده كتير، يعني أنا دلوقتي هاوريكم إن إحنا لازم نعمل صفحة بيضا ونعمل صفحة فيها تلوين عشان حتى والطفل بيلوِّن ما يطبعش على الصفحة اللي بعدها، فما تبقاش صفحة لازقة في ضهرها يعني رسمة لازقة فيها رسمة ويبقى التلوين باين على بعضه، فأنت بتسيب فواصل لازم تسيب له صفحة فاضية اللي هو يقدر لو هو بيلوِّن ما تطبعش عليها، فدي بتبقى حاجة كويسة. فإحنا الكتاب مش هيexceed 100 صفحة، فإحنا هناخد اللي هو أول option اللي هو المقاس ده، اللي هو .375 ده اللي إحنا إنش يعني بالإنش أهو، ده اللي إحنا هنبتدي نشتغل عليه وهاقول لك هتحط الهامش أو الmargin إزاي ده في الdesign. فعلشان تسيب الmargin لازم أول حاجة تبيّن الrules أو تبيّن المسطرة جوّه التصميم، فأنا أهو التصميم بالمقاس اللي إحنا عاملينه اللي هو 8.5 في 11 وعلشان أبتدي أظهر المسطرة باجي واقف على الdesign نفسه لازم أكون واقف عليه وأبتدي أدوس shift وR أو بمنتهى السهولة من الbar ده باجي على كلمة file واختار كلمة settings وبعدين أعمل show rules and guides أبتدي أselect عليها صح. ده بمنتهى البساطة علشان تقدر تجيب بيها المسطرة، وعلشان أبتدي أسيب الهوامش في ال4 جوانب من فوق ومن تحت ومن الجنبين اللي هي كانت مساحتها .375
إنش، فبابتدي أعمل حركة كده بدل ما أقعد بقى بالمسطرة، هو أنا ممكن أجيبها يعني، ممكن أقعد أضبط كده وأقعد لحد ما تيجي 3، بس دي حركة يعني إيه it takes time وعشان أعملها في ال4 حواف لأ، إحنا عايزين ننجز شوية. فهاقول لكم على طريقة سهلة اللي أنتم تقدروا تعملوها بيها، هتيجوا واقفين على الكيبورد ودايسين حرف الR زي ما أنا علمتكم قبل كده، بيطلع المربع، جايين على المربع نفسه ده وعلى كلمة position وهتبتدوا تعملوا الdimensions بتاعته اللي هو 375 اللي هو .375 هتبتدوا تعملوا في الheight وفي الwidth. هو هنا قرّبها يعني ل38% which is good برضه يعني مش هتضايقنا في حاجة ال5 من 1000 مِلِّي ده مش هيضايق في أي حاجة، وهنبتدي في حواف الdesign هنبتدي نحط المربع، بس لازم نتأكد إن هو نعمل zoom كده عليه، ولازم نتأكد إن هو مضبوط بالضبط على الحافة، لإن هو ده اللي هنضبط عليه الmargins في الحواف أو الجوانب ال4 التانيين. فأنا جيت أهو ضبطته على الحَف ده على الحافة دي من ناحية الشمال، وجيت عملت duplicate للshape نفسه بنفس الdimension وهاجي أنزّله برضه من هنا، وهابتدي بقى للحافة العكسية ديّة، وهابتدي آخد بقى المسطرة برضه أسحبها معايا لتحت، وأهو جاية عليه مضبوط واقفة، يبقى دي كده أنا ضبطت من الجنب ده، ومن الجنب الشمال برضه هابتدي أحط الحواف عليها بالضبط أهو زي ما إحنا شايفين كده، أهو بالضبط طلع المقاس مضبوط، ومن الناحية التانية هاعمل برضه على نفس الshape كده، يبقى أنا إيه، ضبطت الdimensions بمنتهى السهولة، وسِبت أهي مساحة آمنة، وابتدي بقى أشتغل على التصميم بمنتهى السهولة. طبعًا أول بقى ما هتبتدي في التصميم، طبعًا ما تنساش إن أنت تقريص أو تمسح المربعين دول، وعشان برضه ال 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 الحاجات دي ما تتحركش معاك، الهوامش دي ما تتحركش معاك، بتيجي عند file وبتيجي دايس على settings وبتيجي عامل lock للguides أهي، أهي lock guides فمش هيتحركوا معاك أبدًا أثناء وأنت شغال في التصميم نفسه. طيب أنا دلوقتي صممت بقى الكتاب وجهّزته اللي أنا هادخّل فيه الdesigns الرسومات اللي هتبقى بسيطة لطفل مثلًا من سِن 1 لسِن 4 سنين، فهاجي على الChatGPT بمنتهى السهولة وهاكتب له prompt كده بسيط. فأنا عملت prompts كده يعني professional وsimple وقدر يفهمها الChatGPT وهاقول لكم هنعمل بيها إيه، يعني أنا هاقول لكم الأول الprompt وكمان هاسيبها لكم في الوصف بتاع الفيديو عشان تقدروا تستخدموها على طول، فأنا قُلت له create 50 ready prompts to design animals coloring book pages يعني هاترجمها لكم أهو، يعني اعمل لي 50 أمر عشان أقدر أصمم بيهم كتاب حيوانات صفحات يعني لكتاب تلوين الحيوانات للأطفال في سِن أهو for kids age 1 to 4 في سِن من 1 ل4 to be simple يعني يكون بسيط without borders من غير الحدود أو الخطوط اللي هي بتبقى على الأطراف، لإن أنا هاقول لكم إحنا هنعملها إزاي في frame ثابتة لكل التصميم. فده بمنتهى السهولة هيبتدي بقى لو إحنا عملنا دوسنا enter بعد ما كتبنا الprompt أهو بيطلّع مثلًا طلّع لي أول حاجة على الcat، البوبي وال50 وعلشان الوقت بس إحنا هنجرّب في أول 3 كده وبعد كده أنتم تقدروا تكمّلوا على بقية تصميم الdesigns. فهاقول لكم بقى إحنا هنعمل إيه بالprompts دي. وبنيجي على موقع bing.com طبعًا أنت لو مش عندك حساب بتعمل حساب على الhotmail علشان تقدر تعمل access للbing.com ودي حاجة سهلة جدًا. فبتيجي على الsection بتاع image وتعمل create image ناخد بقى هنبتدي ناخد الprompts اللي إحنا عملناها copy paste ونحطها هنا، بس هنراعي شوية حاجات هاقولها لكم دلوقتي. وبعد ما أخدنا الprompt copy هنعمل له paste هنا في الحتة اللي بنضيف فيها الprompt وهنا بنتأكد هنا إن الaspect ratio أو اللي هي الdirection بتاعة التصميم ما تبقاش horizontal يعني ما تبقاش اللي هي بشكل أفقي أو ما تبقاش اللي هي في شكل مربع. وطبعًا هنا بنتأكد بس إن الaspect ratio بتبقى vertical بتبقى بالطول مش هنحط الdesign عرضي، يعني الdesign إحنا مش عايزينه بالعرض علشان هاقول لكم هنضبّطه إزاي على التصميم نفسه، وبنختار هنا في الاختيار ده versatile expression آخر واحد، وطبعًا على الimage إحنا مش عايزين هنا فيديو، فإحنا بنختار على الimage creator بس نتأكد إن هي موجودة، وبعدين بنعمل generate.
فهو بمنتهى السهولة صمم التصميم على طول، طلّع لك القطة اللي هتتلوّن، فأنت بتيجي دايس عليها وبتيجي آخدها copy وبتروح على التصميم نفسه وبتعملها paste. بس قبل ما تعمل paste بقى إحنا محتاجين إن إحنا نحط الdesign نفسه في frame علشان لمّا تيجي ضايف بقية الdesigns اللي أنت عملتها على الBing اللي هي الحاجات اللي هيلوّنها الأطفال، الصفحات الداخلية ما تبقاش مختلفة في الposition، ما تبقاش مختلفة في أي حاجة، فعلشان ما تتزحزحش منّك وعشان يبقى شكل الصفحات كلّها آخدة نفس التون، فأنت بتيجي آخد frame وليكن frame طبعًا يكون vertical عشان الصفحة أهي بالطول يعني، و الframe أنت ممكن كمان تعمل له stroke أو اللي أنت تعمل له حواف كده على الجنب، وساعات هو بيكون built in. يعني إحنا لو جينا اخترنا ده مثلًا، بس طبعًا هنخلّيه على الصفحة، وطبعًا زي ما أنا قُلت لكم اللي أنت ما تحاولش على الحواف دي اللي أنت تطلع عنها، فأهو هنيجي واقفين عليه. هو إحنا كده واقفين على الحواف بالضبط، بس هتيجي بقى جاي ساحب كده تمام، أهو شادد على برضه ما تعدّيش الحواف خالص من الجوانب، وممكن تعمله كمان في الcenter عشان تبقى مضبوط، وتتأكد إن هي اتحطّت صح، وهتروح بقى على الصورة وهتاخدها بقى تحطّها copy paste جوّه الframe. أهو إحنا كده الframe مضبوط عندنا، هنحط بقى الصورة نحطّها أهي نعمل لها paste في التصميم، وأول ما تحرّكها هي هتبتدي أهي بقت موجودة في التصميم، وأهو ده شكلها وهي. وزي ما وضّحت لكم في الأول من المُحبذ وإحنا بنعمل الصفحات إن إحنا بنسيب صفحة فاضية، عشان لو الطفل بيلوّن ما يطبعش على الرسمة اللي بعد كده، فعلشان كده أنا دايمًا باحبذ إن أنا أسيب صفحة فاضية، يعني أنا باعمل صفحة عادية وصفحة تكون فاضية. لو أنت عايز تعمل add page أنت بتيجي على علامة الplus دي وبتيجي دايس، أو بتيجي في الآخر خالص أهو، وبتيجي تعمل add page برضه بتقدر تضيف من هنا صفحة. وطبعًا أنت في الأول لازم تعمل duplication للdesign ده، لإنه وراه موكب، بدل ما تقعد تضبّط الموكب زي ما عملنا في الأول، أنت بتيجي تعمل duplication لل للصفحة من هنا، من هنا، أو طبعًا زي ما أنا قُلت لك بالcontrol وD، لكن إحنا أهو من سهل يعني إن أنت تعمل لها duplication وتحط الصورة الجديدة اللي هتضيفها هنا، ونرجع بقى نعمل الصورة التانية في الكتاب ونشوف هنعملها إزاي. فباجي أهو عند الChatGPT وبارجع آخد بقى تاني prompt، آخد وأعمل copy، باجي أعمل copy وباجي على الBing وأروح جاية عاملة paste، وطبعًا أتأكد الratio زي ما أنا علّمت لكم الmood يبقى على الاختيار ده، وطبعًا اتأكد إن هي image مش فيديو، وتيجي عامل generate، وأهو كده برضه عمل generate، فإحنا هنيجي واقفين على الصورة وعاملينها copy ونيجي عند الdesign ونيجي أهو ده تاني design بس نتأكد إن إحنا مختارين صح، ونيجي عاملين paste. هنعمل paste وزي ما أنا قُلت لكم لو حرّكنا الصورة خلاص أهي بقت كده، هنكرر طبعًا هنروح للprompts اللي بعد كده، هنروح جايين آخدينه copy حاطينه تاني على الBing copy paste أهو، وهنعمل generate. طبعًا لو الصورة مش بتعجبك أنت ممكن بتقف عليها وتعمل regenerate وهو بيعمل لك design تاني، يعني ده in case إن الصورة مش عاجباك يعني، بس هنكرر نفس الحاجة ونرجع تاني على الdesign اللي إحنا شغالين فيه ونعمل paste. وفرضًا أنت خلاص بقى خلّصت كل الprompt، طبعًا أنا لسه ما عملتهاش هاوريهم لكم في الآخر يعني، بس فرضًا أنت خلّصت كل الprompts وعايز تعمل preview وعايز تسيب بقى الصفحات الفاضية، هتيجي من تحت كده من على العلامة اللي هي اللي فيها المربعات دي وهتيجي دايس كده عليها، فزي ما أنت شايف هنا كده هيبقى طالع لك كل طبعًا الdesigns اللي أنت عملتها، وأنت شايف قد إيه الdesigns بسيطة وسهلة للأطفال إن هم يلونوها، بس هتيجي بقى لو أنت عايز تخلّي ما بين كل صفحة والتانية اللي هي يبقى في صفحة بيضا، هتيجي بمنتهى السهولة وجاي ساحب عامل drag كده للpage اللي أنت عايز تحطها اللي هي الفاضية، وتيجي دايس فهي هتلاقيها اتحطت، هتاخد اللي بعدها وهكذا لحد ما تخلّص الكتاب كله. كل ما هتيجي دايس أول ما بتظهر معاك العلامة اللي هي لونها موف كده، فتيجي سايب الورقة هتلاقيها بتتحط في وسطهم، أهي بُص أول ما يطلع الline اللي هو لونه موف ده كده، تيجي سايب هتلاقي الpage هي اتضافت بمنتهى السهولة.
وعلشان تعمل save بقى للكتاب، هاقول لكم تعمل save منين، ولو أنت مشترك على البرو هتسيّفه إزاي، ولو أنت مشترك على الفري الكانفا فري، وعلى فكرة البرو هنا أنت مش محتاجه في أي حاجة، فأنت لو لسه beginner أو لسه بتبتدي في تعلُّم الكانفا، فأنا مش بانصح اللي أنت تدفع في software إلا أمّا أنت هيجيب لك عائد أو أنت خلاص already بتشتغل مع حد، فأنت already هتستخدمه، ففي فلوس داخلة لك، فتقدر اللي أنت تinvest فيه أو إن أنت تدفع لفلوس البرو، لكن لو أنت تمام لسه بتبتدي ولسه بتتعلم، مش محتاج إن أنت تعمل برو أوي، هتبقى مكتفي بالversion الfree أو النسخة المجانية، وهاقول لك تتصرف إزاي لو هو version free أو لو هو version pro. فإحنا لو جينا أهو أنا على version عادي free أهو، فهاجي دايسة على share وهاجي هاعمل download تمام، وهاختار من هنا مش PNG مش عايزاها صورة، إحنا عايزينها PDF على الprint فهنختار PDF print وهنا بقى إيه التركاية اللي لو أنت بتعملها علشان الdigital use يعني أنت هينفع إن أنت تطبعها بquality وكويسة معقولة ومقبولة، وهيعرفوا يشتغلوا عليها بتوع الAmazon KDP لو أنت هترفعها هناك، دي ما فيهاش أي مشكلة، وتقدر تع ت ت تجرّب الRGB ديّة على الطباعة وخاصةً إن هو أبيض في أسود وهتعمل download ده لو أنت على النسخة المجانية، ومن الأحسن بقى إن أنت طبعًا تروح للCMYK دي طباعة بتبقى professional printing يعني بتبقى الquality بتاعتها أحسن، دي اللي بتستخدم في المطابع الكويسة وخاصةً لو في ألوان في الdesign فدي هتبقى أفضل الاستخدام، وده هي اللي بتبقى فارقة إن دي لازم أنت على النسخة الPro أو الbusiness. بتيجي برضه تختار الCMYK طبعًا هو هيطلّع لك اللي أنت هنا لازم تدفع، وبتيجي عامل download زي الخطوة اللي قبل كده عادي جدًا. آه. وبكده نكون خلّصنا حلقة النهارده في إزاي تصمم حتى الصفحات الداخلية لكتاب أنت هتقدر تنشره يا إما على الأمازون KDP، على جمرود، على payhip، على كل مواقع تقدر تستخدمه وتقدر إن أنت تعرضه على مواقع كتير وتعمل دخل سلبي، واستنوني إن شاء الله في الحلقة الجاية هاقول لكم إزاي بقى نصمم الغلاف، لإن أنا حاسة حلقة النهارده ما شاء الله كانت طويلة، لو دخلت كمان في تصميم الغلاف هتطول جدًا الحلقة، فخلّينا إن شاء الله المرة الجاية نكمّل ونعمل الcover لإن برضه زي ما أنا علّمتك في الأول إن أنت في dimensions معيّنة وفي إن أنت إزاي تعمل الmargins الكلام ده برضه على الغلاف بيخلّي لو أنت ضبّطت الspecs بتاعته والمقاسات بتاعته الdimensions ضبّطتها مضبوطة، إن شاء الله الكتاب بتاعك بيتوافق عليه بسرعة ومش بيبقى فيه أي مشكلة، وبتبقى الدنيا سهلة. فأنا علشان كده طوّلت وأخدت وقتي في إزاي إن أنت تعمل الصفحات الداخلية، إن شاء الله هاكرّر ده إزاي تعمل غلاف بطريقة professional وإن شاء الله يتقبل من أول مرّة ترفعه على Amazon KDP. وزي ما أنا قُلت لكم وأنتم محتاجين اللي مش عارفين تعملوا حساب على Amazon KDP اكتبوا لي بس في الcomments وأنا هاعمل لكم حلقة أشرح لكم إزاي تفتح حساب وتفعّل الربح من خلال Amazon KDP. أتمنى تكون الحلقة بتاعة النهارده عجبتكم، ولو استفدتم يا ريت تعملوا share مع أصدقائكم إن ممكن يستفيدوا زيكم، ويا ريت تعملوا كمان subscribe للقناة وتفعّلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله لمّا آجي أنزّل الحلقات الجاية. أشوفكم في الحلقة الجاية بإذن الله.